اغرب حاجه ممكن تشوفها في روسيا، هنا كل حاجه تعتمد على السماستريت، ان كله يا باشا يعتمد عليه. خدتها؟ خدتها ايه ده؟ طب خدي دي كمان. هنا بقى الاول بنحط الفلوس، استنى خدتها. معايا فلوس تانية. معانا فلوس. اول هنا بنحط الفلوس، بعد كده نختار البرنامج اللي احنا عايزينه. مثلا عايز الاول تاكتف، ولا عايز مثلا ميه وشامبو، ولا عايز مره واحده، ولا انت عايز تعمل ايه. فاحنا هنشوف بقى هنعمل ايه. الميه العاديه ودي اخونا احمد ايمن مودي، وسع. هنا في روسيا اكتر حاجه هتتعلمها، محدش بيخدم حد، لازم يا صديقي تعمل كل حاجه بنفسك حرفيا. وسع. في روسيا هتتعلم، هتطبخ، هتغسل، هتمسح، هتغسل عربية، تعمل كل حاجة. ودي لازم ندوس هنا على الزرار عشان ينزل ميه. ده سنسور مش زرار. ده سنسور من الزرار. اهم حاجه تدوس على السنسور، اهم حاجه السنسور. شايفين كل واحد يا باشا بيجي كل واحد يجي يا باشا يغسل عربيته. اغسل عربيتك بنفسك، محدش بيساعدك. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي ما بحبهاش في روسيا، اللي انت مثلا عايز تشفط في عربيتك مثلا وكده والكلام ده بالمكنسه، فده هنا مش ببلاش، انت هنا لازم تدفع حرفيا. الو ايوه جاي. بصوا يا جدعان، المغسله دي محدش يقرب لها، بس هي لكل العرب. والى هنا تنتهي رحلتنا من غسيل العربيه. فزي ما هو قال، فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وشير وكل حاجه جميله. سلام.